صحيفة خليجية تضرب تبون بكف على الوجه بعد أن قال الجزائر تملك السيادة وكذا وكذا. فأرادت هذه الصحيفة أن تثبت له أن حتى طاقارة، البناية تاع وزارة الدفاع والبناية تاع المرادية ورئاسة الجمهورية، المجلس الشعبي الوطني البناية تاعو ومجلس الأمة ملك لفرنسا، بنايات تطالب بها فرنسا، تطالب باسترجاع ذلك العقار. يعني الجي سونتر ما نسالوش فيها جرام. هذا مشكل غويص، لان لي زاكور ديفيون كان فيهم واحد الصراحه كبيره واتفاق جزائري فرنسي. ولي زاكور ديفيون يقول لك كل فرنسي اللي غادر مثلا في 62 وحب يرجع قبل مده معينه يبقى يرجع للممتلكات نتاعو، ما كان حتى واحد اللي ويستغل الممتلكات نتاعو بصفه عاديه. السؤال المطروح، كاش رئيس فتح بنود اتفاقية إيفيان وقال لازم نراجعوها، وحان للجزائر أن تستقل، حان للجزائر أن يعني يكون لها الحق في تكوين علاقات اقتصادية دبلوماسية سياسية خارج عباءة فرنسا. كلش في الجزائر مملوك لفرنسا، الثروات والمشاريع والأرض لا زالت لفرنسا. روحوا طلعوا على اتفاقية إيفيان تجد حتى المطارات الجزائرية لا يوجد طائرة في العالم تحط على الأراضي الجزائرية إلا بإذن من فرنسا. تابع هذا الروبورتاج تفهم وش معناتها باللي راك مستقل ولا مازال مستعمر.